هذه إذاعة إرنا. المستمعات الكريمات والمستمعين الكرام متابعي إذاعة إرنا حيثما كنتم وحيثما يصلكم بثنا، أهلا ومرحبا بكم في مستهل البرنامج العربي لهذا اليوم الجمعة 9 من أبريل. كما عودناكم مستمعات الكريمات مستمعي الكرام، نستهل برنامجنا معكم ابتداء بنشرة للأخبار، ثم نقدم لكم حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على الحدث. نتناول في الجزء الأول تداعيات ضرب سفينة إيرانية من قبل القوات البحرية الإسرائيلية قبالة الساحل الإريتري، وفي الجزء الثاني مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام وفي رصدنا لاحتفالات الشعب السوداني بذكرى انتفاضة 6 من أبريل المجيدة، نقدم لكم محاولة للإجابة على سؤال: لماذا لا تحدث الانتفاضة الشعبية في إريتريا؟ قبل ذلك مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام أقدم لكم نشرة للأخبار فيما يلي أبرز عناوينها. تصاعد التوتر بين إيران وإسرائيل بعد ضرب البحرية الإسرائيلية سفينة إيرانية قبالة الساحل الإريتري. الانتخابات الجيبوتية تبدأ اليوم وفرصة كبيرة لعمر جيلي للفوز بها لفترة خامسة. وزير الخارجية القطري يستقبل رئيس مجلس السيادة السوداني. أخيرا الرئيس المصري يحذر من خطر نشوب نزاع بعد فشل محادثات كينشاسا. كانت مستمعاتي الكريمات مستمعي الكرام تلكم عناوين النشرة، وإليكم تفاصيلها من إذاعة إرنا. إذاعة إرنا، صوت مستقل لإريتريا. تصاعد التوتر بين إيران وإسرائيل، وذلك بعد قيام إسرائيل بضرب سفينة إيرانية في البحر الأحمر قبالة السواحل الإريترية صباح يوم الأربعاء الماضي، في الوقت الذي توعد فيه الحرس الثوري الإيراني بالرد على الاعتداء الإسرائيلي. وكانت صحيفة نيويورك تايمز قد أفادت بأن مسؤولا أمريكيا قال بأن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بأنها قامت في صباح يوم الأربعاء وعند الساعة 7:30 صباحا بضرب السفينة الإيرانية سويز، وذلك قبالة الساحل الإريتري. للمزيد حول هذا الخبر تابعوا معنا حلقة اليوم من برنامج تعليق على الحدث. تشهد جيبوتي اليوم انتخابات رئاسية من المرجح أن يفوز فيها الرئيس الحالي إسماعيل عمر جيلي لفترة خامسة. يبلغ الرئيس عمر جيلي من العمر 73 عاما، وهو ثاني أطول رئيس يحكم في القرن الأفريقي بعد الرئيس الإريتري إسياس أفورقي. وقالت مصادر في المعارضة الجيبوتية بأن جيلي والذي يحكم جيبوتي منذ 22 عاما يخوض الانتخابات وحده ودون منافس، فمن الطبيعي أن يفوز بها. ويعتبر الرئيس الجيبوتي ثاني رئيس لبلاده بعد استقلالها في عام 1977 تحت قيادة الرئيس الراحل حسن كوليد أبتدون. على صعيد آخر يصنف الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني والذي يحكم بلاده منذ 1986 أطول رؤساء العالم حكما، يليه الرئيس الإريتري الذي يحكم بحلول هذا العام لمدة 30 عاما متواصلة. وحول الحكم الاستبدادي للرئيس الإريتري وإمكانية قيام ثورة شعبية ضده تابعوا معنا الجزء الثاني من حلقة اليوم من برنامج تعليق على الحدث. ذكر موقع الجزيرة نت الإخباري بأن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني التقى في الدوحة مع رئيس مجلس السيادة السوداني الانتقالي عبد الفتاح البرهان. وقالت الخارجية القطرية أن اللقاء استعرض العلاقات الثنائية لا سيما في مجال الاستثمار بالإضافة إلى المستجدات في المنطقة. وكان البرهان قد بدأ زيارة للدوحة مساء يوم الأربعاء تستمر يومين، وهي الزيارة الأولى له إلى قطر منذ أن تولى مهام منصبه في أبريل 2019. كما التقى البرهان في الدوحة ممثلين عن قطاع الأعمال والمؤسسات القطرية العاملة في السودان وغرف التجارة، وأشاد بالاستثمارات القطرية وتعهد بتذليل الصعاب التي تواجهها في السودان بحسب بيان صادر عن مجلس السيادة السوداني. ولم يشر الخبر إعلاه إلى أي لقاء بين أمير قطر تميم بن حمد وبين عبد الفتاح البرهان. الجدير بالذكر بأن قطر ظلت داعما أساسيا للرئيس المخلوع عمر البشير، وتعتبر العلاقات السودانية الأماراتية جيدة، مما يؤدي إلى البرود في العلاقات بين الدوحة والخرطوم.
حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إثيوبيا من خطر نشوب صراع بسبب سد النهضة، وذلك بعد انتهاء محادثات شاركت فيها الدولتان والسودان دون إحراز أي تقدم. وجاء تصريح الرئيس المصري خلال افتتاح مجمع حكومي جديد وبعد فشل الجولة الأخيرة من المفاوضات الثلاثية تحت رعاية حكومة الكونغو الديمقراطية رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي. وقال السيسي بأن التعاون أفضل من الخيارات الأخرى وأننا شاهدنا ما ترتب على الصراعات في المنطقة، وعاد التحذير بأن كل الخيارات واردة في حال مساس إثيوبيا بنصيب مصر من مياه النيل. من ناحية أخرى سعى وزير الري الإثيوبي سيلاشي بكالي إلى تهدئة التوتر، وقال للصحفيين في مؤتمر صحفي: ليس هناك حاجة للدخول في حرب غير ضرورية، لا ينبغي أن تبدأ حرب بسبب المياه. المياه تتدفق إذا حاربت اليوم وستواصل التدفق غدا. وفي رسالة نصية إلى رويترز نفى الوزير الإثيوبي الاتهامات بأن إثيوبيا تستخدم مياه دولة أخرى، وقال: نحن لا نستغل مياه تنبع من مصر أو السودان، لأن المياه لا تجري إلى أعلى النهر إلى إثيوبيا. نحن نستغل مياه من إثيوبيا لسد احتياجاتنا الشديدة استغلالا منصفا ومعقولا دون إلحاق أضرار كبيرة بجيراننا. وكانت كل من مصر والسودان قد اتهمتا إثيوبيا في بيانين منفصلين بالتعنت بشأن بدء المفاوضات قبل الملء الثاني لخزان السد في الصيف. وقالت إثيوبيا أنه لا يمكنها الدخول في اتفاق ينتهك حقها في استغلال المياه. واتفق السودان ومصر على اقتراح بإشراك الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والأمم المتحدة كوسطاء في المفاوضات، إضافة لمساعي الاتحاد الأفريقي الحالية. وكان الرئيس المصري قد قال في الأسبوع الماضي أن المساس بمياه مصر خط أحمر وسيؤثر على استقرار المنطقة بشكل كامل. بهذا الخبر من القاهرة مستمعاتي الكريمات ومستمعي الكرام، نكون وإياكم قد وصلنا إلى نهاية نشرتنا الإخبارية، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. تصاعد التوتر بين إيران وإسرائيل بعد ضرب البحرية الإسرائيلية سفينة إيرانية قبالة الساحل الإريتري. الانتخابات الجيبوتية تبدأ اليوم وفرصة كبيرة لعمر جالي للفوز بها لفترة خامسة. وزير الخارجية القطري يستقبل رئيس مجلس السيادة السوداني. الرئيس المصري يحذر من خطر نشوب نزاع شامل بعد فشل محادثات كينشاسا. كانت مستمعاتي الكريمات مستمعي الكرام، تلكم نشرة الأخبار قدمتها لكم من إذاعة أرينا. متابعة طيبة أرجوها لكم مع ما تبقى من فقرات برنامجنا. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. المستمعات الكريمات والمستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة اليوم من برنامجكم الأسبوعي تعليق على الحدث. نخصص الجزء الأول من حلقة اليوم لتناول تقرير خبري من موقع الجزيرة نت حول استهداف البحرية الإسرائيلية لسفينة إيرانية قبالة الساحل الإريتري، ثم نعلق على الحدث. أما في الجزء الثاني فنتناول احتفالات الشعب السوداني بذكرى انتفاضة أبريل وخلع الرئيس البشير كذلك في نفس الشهر، ونحاول على ضوء ذلك الإجابة على سؤال: لماذا لا يحدث سيناريو الانتفاضة الشعبية ضد ديكتاتور أسمر؟ فابقوا معنا. هذه إذاعة إرينا. إليكم أولا مستمعاتي الكريمات والمستمعين الكرام الجزء الأول، وهو تقرير خبري للجزيرة نت تحت عنوان: الحرس الثوري الإيراني يتوعد إسرائيل بالرد بعد مهاجمة سفينة إيرانية. أكد الحرس الثوري الإيراني جاهزيته للرد والدفاع عما سماها مصالح الوطن، وذلك بعد يوم من تعرض سفينة إيرانية لهجوم. أكدت تقارير وقوف إسرائيل خلفه، في حين دعت الأمم المتحدة إلى أقصى درجات ضبط النفس في الشرق الأوسط. وقال قائد القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني اللواء علي رضا تنكسيري أن القوات المسلحة الإيرانية على أتم حالة من الجاهزية، وشدد على أن إيران لن تتردد في تعزيز قوتها العسكرية للدفاع عن أراضيها وكيان الدولة على حد قوله. وأضاف تنكسيري خلال تصريح له في محافظة هورمزغان جنوبي إيران أن ضمان الأمن والاستقرار الدائم في المياه الإيرانية والمياه الدولية يعتبر من أولويات قوات البحرية الإيرانية.
وأكد كذلك أن الولايات المتحدة لا ترغب في أن تتمكن إيران من تعزيز مكانتها الدولية وأن تشهد نموا اقتصاديا. وجاء ذلك بعد يوم من تأكيد طهران تعرض السفينة سويز التجارية لتفجير في البحر الأحمر. وأوردت وكالة تسنيم الإيرانية أن السفينة كانت تستخدم من قبل القوات المسلحة الإيرانية في سياق ضمان أمن الملاحة في البحر الأحمر، وأنها أصيبت بأضرار جراء انفجار ألقام لاصقة بهيكل السفينة. وكان المتحدث باسم الوزارة سعيد خطيب زاد أكد في وقت سابق أن الحادث لم يؤدي إلى وقوع أي إصابات، والتحقيقات الفنية جارية لمعرفة ظروف الحادث ومصدره، وستتخذ بلادنا كل الإجراءات اللازمة من خلال الجهات الدولية في هذا الصدد. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. تسريب ونفي. ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤول أمريكي بأن إسرائيل أخطرت واشنطن بأن قواتها البحرية ضربت السفينة الإيرانية سويز في الساعة 7:30 صباح يوم الأربعاء. وأضاف المسؤول أن الإسرائيليين قالوا أن الهجوم جاء انتقاما لضربات إيرانية سابقة استهدفت سفنا إسرائيلية، وأنه أسفر عن أضرار بالسفينة تحت مستوى الماء. في المقابل نفت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية أي مشاركة للقوات الأمريكية في الهجوم على السفينة الإيرانية، مضيفة أن واشنطن لا يوجد لديها معلومات إضافية بشأن الهجوم. من جانبه اكتفى وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس بالقول أن بلاده ستواصل عملياتها في كل مكان تواجه فيه تحديات حين تتطلب منها القيام بذلك. وخلال جولة تفقدها إلى أحد المواقع التي نصبت فيها منظومة القبة الحديدية، أضاف غانتس أنه لا يتطرق على وجه الخصوص إلى أي من العمليات التي تنفذ في منطقة الشرق الأوسط ويتم نسبها إلى إسرائيل. ولكن صحيفة هارتس الإسرائيلية قالت أن الهجوم يبدو كتصعيد إسرائيلي متعمد ضد إيران. وأضافت في تقرير تصدر صفحتها الرئيسية أن هذا الهجوم هو الثاني في غضون شهر ضد أهداف بحرية إيرانية منذ أن كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن إسرائيل بدأت معركة بحرية ضد إيران. لازلتم مستمعاتي الكريمات ومستمعي الكرام تستمعون إلى تقرير خبري حول استهداف سفينة إيرانية في البحر الأحمر. ودعت الأمم المتحدة إلى أقصى درجات ضبط النفس في الشرق الأوسط وفق ما علم بذلك المتحدث باسمها ستيفان دوجاريك. وجاء في بيان للمتحدث أن المنظمة الأممية قلقة، وأنه على الرغم من أن الملابسات المحيطة بالحادث ما زالت غير واضحة، فإننا نريد التأكيد على أهمية أن تمارس الأطراف المعنية بما في ذلك دول المنطقة أقصى درجات ضبط النفس، مضيفا أن الحادثة تعد الرابعة التي تقع في المنطقة خلال أقل من شهر. وطالبت الأمم المتحدة دول منطقة الشرق الأوسط بالامتناع عن القيام بأي أعمال تصعيدية، وخصوصا فيما يتعلق بالتزاماتها وفق القانون الدولي، حسب ما أشار بذلك دوجاريك. هذه إذاعة إرينا. إلى هنا انتهى التقرير الخبري لموقع الجزيرة نت. وفي تواصل لإذاعة إرينا مع مسؤول خليجي، قال المسؤول بأن الحادث يشكل خطرا على أمن دول البحر الأحمر وأمن الملاحة، وأن هناك مخاوف من أن تكون القوات الإسرائيلية قد استخدمت جزرا إريتريا للانطلاق لضرب السفينة الإيرانية قبالة السواحل الإريترية بالقرب من جزر محبكة وهاي كوك التي تملكها إريتريا، خاصة وأن الجزر الإريترية لا تبعد كثيرا عن موقع الضربة. وأشار إلى أن ذلك في حال حدوثه قد يؤدي إلى عرقلة الجهود المشتركة لإقامة تعاون لحماية أمن الملاحة في البحر الأحمر، خاصة من قبل الدول المطلة عليه. وأشار المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه إلى أن التواجد الإيراني في البحر الأحمر له علاقة بدعم الحوثيين وليس كما يقال لضمان الملاحة في البحر الأحمر. رغم ذلك فإن التوتر غير مرحب به، لأنه سوف يضر بمصالح الدول المطلة على البحر الأحمر كله. ولم تعلق الحكومة الإريترية على خبر ضرب السفينة الإيرانية. كان هذا مستمعاتي الكريمات ومستمعي الكرام تعليقنا على التقرير الخبري لموقع الجزيرة نت تحت عنوان الحرس الإيراني الثوري يتوعد إسرائيل بالرد بعد مهاجمة سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر. هذه إذاعة إرينا. احتفل
الشعب السوداني في 6 من أبريل الجاري بالذكرى السنوية لانتفاضة 6 من أبريل الشهيرة، والتي أطاحت فيها ثورة شعبية بحكم الرئيس الأسبق جعفر محمد نميري بعد 16 عاما من الحكم في السودان. وكررت انتفاضة أبريل الشهيرة ما قام به الشعب السوداني في ثورة أكتوبر 1964، والتي أطاحت بحكم الفريق إبراهيم عبود. ويعتبر السودانيون أن الثورتين أحد منجزات الشعب السوداني في رفض القهر والظلم وشحذ الهمم للثورة ضد الطغيان. وتكررت بطولة الشعب وثوراته في ديسمبر من عام 2019، وأدت إلى خلع ثالث رئيس سوداني في انتفاضة شعبية مماثلة، وبذلك تكون انتفاضات السودان الثلاث وثوراته المجيدة قد أنهت حكم العسكر في 3 مرات متعاقبة. وأصبحت محطات الثورة الثلاث تاريخا ناصعا لشعب السودان واستلهاما لشعوب المنطقة وأفريقيا، بأن الشعوب إذا أرادت الحياة فإن الحكام لن يقفوا في طريقها، وأن الثورة سوف تجرفهم لا محالة. وسؤالنا هو: لماذا لا يحدث ذلك ضد ديكتاتور إريتريا والشعب الإريتري صاحب أطول ثورة شعبية في القارة الأفريقية؟ إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. الحقيقة أن الإجابة على السؤال تحتاج إلى مجلدات، وعرضها في برنامج إذاعي قصير لن يكون كافيا، ولكن رغم ذلك سوف نسلط الضوء ونحاول الإجابة على السؤال ولو بشكل عارض. وكلنا أمل بأن الشعب الإريتري يستطيع إشعال ثورته في وجه الظلم وتحرير حاضره ومستقبله من تحت حذاء الدكتاتور. بالطبع لا يمكن غض النظر عن الاختلافات الكبيرة في الواقع السوداني والإريتري، خاصة الواقع الاقتصادي الذي أدى إلى تكوين شرائح اجتماعية واسعة أهمها العمال والمثقفين والطلاب وموظفي الخدمة المدنية، وأن السودان له تاريخ طويل في وجود الحكومات المركزية والإقليمية، إضافة للأحزاب والنقابات. والمعلوم أن النقابات لعبت الدور الأكبر إضافة إلى الجماهير في إشعال الثورات الثلاث وتحريك دفتها وصولا برمي كل الحكام في مزبلة التاريخ. هذه إذاعة إرينا. ففي ثورة أكتوبر 1964 كانت هناك انتفاضة طلاب جامعة الخرطوم والطلاب الآخرين، وقيام نقابة أساتذة الجامعة بتشكيل مجلس لتوجيه دفة الثورة الشعبية. وفي عام 1985 عندما ثارت الجماهير قامت النقابات بالعمل المشترك من أجل إسقاط الحكم العسكري لنميري، بل وتصدرت المشهد السياسي في ترأس أول حكومة انتقالية بعد الانتفاضة برئاسة الدكتور الجزولي دفع الله من نقابة أطباء السودان. وفي ثورة ديسمبر قامت النقابات السودانية ممثلة في اتحاد المهنيين وقوى الحرية والتغيير بقيادة الثورة وصولا إلى تحقيق الفترة الانتقالية الحالية. بالطبع لهذا التاريخ التنظيمي الطويل أثر مهم في التوجيه وفي طرح البديل كذلك، وهو الأمر المفقود في الحالة الإريترية، حيث تحتاج أي هبة شعبية إلى توجيه وإلى قيادة تفرض نفسها كبديل حي للدكتاتور. وكما تعلمون فإن الدكتاتور في أسمرة وحكومته قام بضرب جامعة أسمرة وحل اتحادها وحلها هي في ذاتها، ووزع وفرق الطلاب في أنحاء البلاد لمنع تظاهرهم أو خروجهم ضده. وفي انتفاضة مدرسة الضياء اتضح لنا أن الهبة الطلابية كانت عفوية وغير منظمة، مما أفقدها نقطة التحول إلى تمرد شعبي كامل، خاصة بعد امتناع قطاع الخدمة المدنية وباقي قطاعات الشعب من الخروج إلى الشارع. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. وقبل ذلك كله يحتاج الجميع إلى إدراك بأن أي جهة تثور ضد الدكتاتور من الواجب دعمها وفورا وتوسيع دائرة الثورة الشعبية، لأن التقاعس سيجعل من أي هبة شعبية في إريتريا ضحية أمام قوات الجيش والشرطة التي تأتمر بأمر الحاكم، وهذا ما حدث في أثناء انتفاضة مدرسة الضياء. ويحتاج الشعب كذلك إلى أن يدرك أن البديل حاضر وجاهز لقيادة البلاد في حالة الثورة الشعبية.
فبينما كان ثوار السودان يواجهون الرصاص في الشوارع، كانوا أيضا يدعمون قوى الحرية والتغيير في الثورة الأخيرة، مما مكنها من قطف ثمار الثورة السودانية وتحويلها إلى تاريخ مختلف للشعب السوداني. وكانت قوى الحرية والتغيير بحجم التحدي حتى وصلت إلى اتفاق لإدارة الفترة الانتقالية مع الجيش. أما في إريتريا هناك حاجة لإشعار الشعب بأن البديل للدكتاتور متوفر، وأن أي تضحيات لن تروح هدرا. هذه إذاعة إرينا. في الأخير أعزائي المستمعين وعزيزات المستمعات، يعلمنا التاريخ بأن الطغاة أضعف من الشعوب، وأن هذه الحقيقة تبقى مدفونة تحت ركام الخوف. ولكن مهما بلغ التخويف والإرهاب، فإن الطغاة لن يصمدوا مهما استخدموا الرصاص، فسوف يجدون أنفسهم يوما على قارعة الطريق. وأن في دروس الربيع العربي وثورات السودان المجيدة عبر بليغة لشعب إريتريا لتكرار ثورته المجيدة ضد الظلم والطغيان، وعاش الشعب الإريتري حرا أبيا. استمعتم مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام في الجزء الثاني من برنامجكم الأسبوعي لرصد لاحتفالات السودان بذكرى انتفاضات أبريل المجيدة، وتناولنا معكم محاولة الإجابة على سؤال: لماذا يتأخر أبريل الثورة في إريتريا؟ بهذا القدر مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام من برنامجكم الأسبوعي تعليق على الحدث، نكون وإياكم قد وصلنا إلى نهاية فقرة برنامجنا. وقبل الختام أذكركم بأهم ما ورد في صدر نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم: تصاعد التوتر بين إيران وإسرائيل بعد ضرب البحرية الإسرائيلية سفينة إيرانية قبالة الساحل الجنوبي لإريتريا. تصاعد التوتر بين إيران وإسرائيل، وذلك بعد قيام إسرائيل بضرب سفينة إيرانية في البحر الأحمر قبالة السواحل الجنوبية لإريتريا صباح يوم الأربعاء الماضي، في الوقت الذي توعد فيه الحرس الثوري الإيراني بالرد على الاعتداء الإسرائيلي. الانتخابات الجيبوتية تبدأ اليوم، وفرصة كبيرة لعمر جالي للفوز بها لفترة خامسة. تشهد جيبوتي اليوم انتخابات رئاسية من المرجح أن يفوز فيها الرئيس الحالي إسماعيل عمر جالي لفترة خامسة. يبلغ الرئيس عمر جالي من العمر 73 عاما، وهو ثاني أطول رئيس يحكم في منطقة القرن الأفريقي بعد الرئيس الإريتري سياس أفورقي. وقالت مصادر في المعارضة الجيبوتية بأن جالي والذي يحكم جيبوتي منذ 22 عاما يخوض الانتخابات وحده ودون منافس، فمن الطبيعي أن يفوز بها. وزير الخارجية القطري يستقبل رئيس مجلس السيادة السوداني. ذكر موقع الجزيرة النت بأن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني استقبل في الدوحة رئيس مجلس السيادة السوداني الانتقالي عبد الفتاح البرهان. ولم يشر خبر الموقع إلى أي لقاء بين أمير قطر تميم بن حمد وبين عبد الفتاح البرهان. الرئيس المصري يحذر من خطر نشوب نزاع بعد فشل محادثات كينشاسا. حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إثيوبيا مجددا يوم الأربعاء الماضي من خطر نشوب صراع بسبب سد النهضة الذي تبنيه على النيل الأزرق، وذلك بعد انتهاء محادثات شاركت فيها الدولتان والسودان دون إحراز أي تقدم في كينشاسا الأسبوع الماضي. كان هذا مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام موجزا لأهم ما ورد في صدر نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، وبه نكون وإياكم قد وصلنا إلى نهاية فقرة برنامجنا. قبل الختام وكالعادة أذكركم دوما بأنكم يمكنكم الكتابة إلينا والتواصل معنا على البريد الإلكتروني arabic@gmail.com. حتى الملتقى بكم مجددا مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على الحدث والبرامج الأخرى لإذاعة إرينا. تقبلوا تحياتي محدثكم فتحي عثمان، وتقبلوا كذلك تحياتي زملائي في الاستوديوهات الرئيسية للإذاعة في باريس، ودمتم في رعاية الله وحفظه وأمانه. هذه إذاعة إرينا.